الرحمن الرحيم. حبايب قلبي متابعي مطبخ الهوانم مع طنط نهلة. الحمام سواء محشي بالفريك أو بالرز هو من الأكلات الجميلة، سواء بنعمله في البيت أو بنجيبه من المطاعم. النهاردة جاية أقدمهولك بالمقادير المظبوطة علشان يطلع الحمام من مطبخك 10/10. المقادير بالظبط: كل جوز حمام بياخد كوباية إلا ربع رز، أو لو هنحشيه بالفريك بياخد كوبايه كامله. البصله كتير كده بالنظر، بنحط له الكبد والقوانص بتاعه الحمام بتبقى قليله، ممكن نزودها بكبد وقوانص الفراخ. البهارات عباره عن فلفل اسود، قرفه، كباب صيني، سماق، مكعب مرقه. سواء السماق موجود او مش موجود مش مشكله، لكن الاساس الفلفل الاسود. هنعمل معاه النهارده بانيه بناء على طلب ولادي. تتبيلة البانيه عبارة عن بصلة متوسطة، طماطمية متقشرة مع معلقة ملح وفلفل اسود مع نص كوباية مية، نضربهم في الخلاط وهنحط البانيه في التتبيلة دي ما يقلش عن ساعتين. دلوقتي هنمسك الحمام علشان نورقه او نفرغ ما بين الجلد واللحم زي ما احنا شايفين، ونحشيه بالتتبيلة والرز الحلو او الفريك الحلو اللي هنعمله دلوقتي. زي ما انتم شايفين كده بمعلقة شوربة اللي بناكل بيها، ما تكونش عميقة قوي او غويطة. وساعات ممكن بايديكي كده تفرغي بايديكي واحدة واحدة، وايديكي طبعا هتكون حساسة وهتفرغي بسهولة. بنقطم رقبة الحمام علشان يحل محلها الرز او الفريك، وبنقلب الأجنحة في الظهر عشان ندي فرصة لفردة الحمام إنها تتحمر وصدرها يبقى مليان من غير ما تتحرق الأجنحة. إحنا بناخد القوانص والقلوب نسلقها لما تبقى زي الزبدة طرية، ونقطعها ونجهزها. وبعدين بنقطع زي ما انتوا شايفين الكبدة لوحدها قطع. بنجيب كمية البصل لما يكون كتير شوية بيخلي طعم الرز أو الفريك حلو. معلقة سمنة بلدي على شوية زيت، ولما البصلة بتصفر بنرمي عليها الكبدة المتقطعة وعليها البهارات الأول علشان ريحتها وهي نية ما تبقاش موجودة وتبقى ريحتها جميلة وفواحة. وبعدين كمان بنحط عليها الكبد والقوانص تشويحتين 2 علشان ما تنشفش من جديد. بناخد شوية علشان الفريك هنعمل 3 فرد حمام محشيين بالفريك، بناخد شوية مناسبين. وبعدين بنقلب الرز في الكبد والقوانص بتتبيلتهم الحلوة، والملح يكون خفيف، ونحط نص كمية المية اللي بنحطها على الرز علشان يطلع ناشف شوية وبيندغ ويكمل سواه في السلق. احنا بنحط نص كوباية مية على كوباية الرز بدل كوباية، وبنحط على الفريك على كوباية ونص، نص كوباية تلت المقدار مية، لأنه ما بيشربش مية كتير. زي ما انتوا شايفين كده الرز طالع نص تسوية، والفريك جاهز للحشو. بنبتدي نحشي زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو. ولو في فردة حمام مقطوعة ممكن نخيطها بإبرة مطهرة معقمة زي ما تعلمنا زمان، وبفتلة كده. وبعد ما نحشيها ونسلقها بتبقى سهل نزعها جدا. بنكتف فردة الحمام زي ما انتوا شايفين، وبنملاها نص ملية زي ما بنحشي الممبار عشان ندي فرصة للرز يستوي. زي ما احنا شايفين مكان الرقبة ادى كده كبر لفردة الحمام. وبنحشي كمان العمق بس مش كتير، نص نص زي ما قلت، علشان ندي فرصة للرز والفريك يستووا بطريقة مثالية. بعد كده بنكتف كده رجل الحمام في الدايرة المخصصة، ولو مقطوعة سواء من الفرارجي أو من إيديكي ممكن تعملي شق صغير بالسكينة ونكتف الحمام بطريقة سهلة جدا. دلوقتي الشوربة حطينا فيها بصلتين، شوية فلفل أسود، والحمام جاهز دلوقتي على السلق. شوية ملح، احنا قلنا الملح خفيف، ونحط كمان شوية ملح في شوربة الحمام. وبعدين اللي شايفينه على الوش ده دي الرغوة اللي طالعة من القرفة والفلفل الأسود. طريقة البانيه بتاعتنا بقى مختلفة.
الحمام بياخد حوالي نص ساعة سوا على النار. نسيت أقول لكم دلوقتي طريقتنا إن احنا بنجيب الدقيق ونبهره بشوية ملح، فلفل اسود، شوية معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، ممكن بابريكا لو حبينا، دقيق بس متبهر زي ما احنا شايفين. وبعدين بعد ما نبدر قطعة البانيه بنحطها في المية الساقعة ونرجع نبدرها من جديد، بتبقى كريسبي وجميلة وطعمها جميل. دلوقتي الفردة دي أنا كنت مخيطاها، كانت مقطوعة حرصا على عدم نزول الرز، وشدناها بسهولة زي ما انتم شايفين. بعد ما اتسلقت اتطلب مني الملوخية الحلوة بقى. كان عندي شوربة لحمة في الفريزر، حتة تومة نية بالكزبرة على 3 كوبايات شوربة لكل نص كيلو ملوخية، ده المقدار المظبوط. حمرنا بقى زيت على زبدة أو على سمن، سواء الحمام في طاسة والبانيه في طاسة تانية. ودلوقتي بندوق أنا بركن وبتلخبط وانتوا عارفيني. الحمام ما بيتاكلش بشوكة وسكينة، كده هبرة كده، طعمة كده، الله الله على الطعم والريحة. كمان الرز مستوي كويس، والملوخية دي بتتشرب شرب كده يعني. لو عجبكم ما تنسونيش في الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يا حبايب قلبي، وكومنتاتكم دايما بتساعدني، وبألف هنا وشفا.